مدرسة خاصة تاني في الجيزة، والمرة دي المدير هو المتحرك. ده مدير مدرسة خاصة في الجيزة اتقبض عليه عشان انتشر له فيديو متسرب من كاميرات المراقبة بتاعة المدرسة. طبعا من الفيديو الاهالي اتعرفوا عليه ان ده مدير مدرسة جوهر هابي لاند في منطقة بشتيل بالجيزة. المجرم اتقبض عليه بعد ما هرب لاهله في سوهاج بتهمة تحرش بطفلة بريئة داخل الحرم المدرسي، وان شاء الله يتطبق عليه اشد عقوبة. وانا شاركت في الموضوع ده عشان اقول لكل الناس او اللي لسه مش مهتم، اولادكم امانة في رقبتكم، ووصولهم لمواقف شبه دي بيبقى بسبب عدم الاهتمام بيهم وسؤالهم عن كل اللي بيحصل معاهم خارج البيت، سواء اتعلموا ايه في المدرسه او بيتعاملوا ازاي من مدرسينهم، وكمان ماشيين مع مين واخلاقهم عامله ايه من اصدقائهم. ولما تصاحب اطفالك وتسمع منهم هتلاقي معاهم اجابات ممكن تقدر من خلالها تفهمهم الصح من الغلط واللي ينفع من اللي ما ينفعش. ممكن من اجابات اطفالك تكتشف مجرم زي ده وتمحيه من المجتمع محو قبل ما يرتكب جريمه اصلا. المهم ان الاهتمام بالاطفال هو الاهم في تربيتهم مهما كانت درجه مدرستهم ومدرسينهم. وفي النهايه ربنا يسترها على اولادنا جميعا، وشاركونا بارائكم في الكومنتات، وفولو لايك وشير، وصلوا على النبي.